عايزه فرن الحشاش بكل مقاساته عند علم اسمى. ما انتش عارفه تولعي الفرن، اسمعي الفيديو لحد النهايه هوريك ازاي تولعي الفرن. كل ده عند علم اسمى، واحد بس ملوش فروع. كل الناس اللي بتبعت لي وتقول لي ازاي نولع الفرن، النهارده هوريكي ازاي تولعي الفرن. خلي بالك معايا. طبعا الفرن بنشغله بالانبوبه يا حضرات. الانبوبه هناك اهي. الفرن اللي قدامنا ده فرن الحشاش 4 مفتاح. اول ما ببدا بتشغيل الشعله اللي على الجوانب. ايدي على المفتاح وايد كمان عند الشعله كده بولعها اهو. ايد على المفتاح بتحكم وبعلي زي ما انا عاوزه. انا اللي بعلي الولعه زي ما انا عاوزه. وبعد كده بولع الشعله التانيه، بولعها بخله شيش طاووق او ورقه مبرومه زي ما انت شايفه كده. ايد على الزرار وايد عند الشعله اهو. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين حضراتكم، انا اللي بتحكم في الشعله زي ما انا عاوزه، اعلي اوطي زي ما انا عاوزه حسب الاكل اللي انت بتحطيه. بتهدي النار. شايفين بقى الشعله؟ طب علي بقى النار كده ونوري الناس الشعله عاليه ازاي. اللهم صل على النبي. اخبزي عيش واعملي مشويات واعملي احلى طواجن. احلى مشروع اكل بيتي هيطلع من الفرن ده. يسوي الاكل بسرعه، يديله وش حلو. 10 على 10 ما شاء الله. الله اكبر. كده هنولع الشوايه يا جماعه. الزرار التاني ده بتاع الشوايه. كل حاجه في ايدك، وطي وعلي زي ما انت عاوزه. الشوايه اهي. ست البيت وهي بتولع الفرن بلاش تشغلي كل الشعلات مع بعضها. حضرتك لا اما تشغلي الشعلتين اللي على الجوانب مع الشعله اللي تحت البلاطه، او الشوايه مع الشعله اللي تحت البلاطه. ما ينفعش اولع كل الشعلات في وقت واحد، والا الاكل بتاعي مش هتلاقيه. تمام. نار الفرن حاميه. شايفين الشوايه شكلها عامل ازاي؟ الله اكبر. بنولع الشعله اللي تحت البلاطه اهو اهو من الفتحه اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما قلت لحضرتك خلي الشيشه اهو. هوريكم الشعله اللي تحت البلاطه. بصوا، عالم اسمى وبس اللي تصور كل حاجه بتفاصيلها. خليك مع عالم اسمى، واحد بس ملوش فروع. دي الشعله اللي تحت البلاطه يا حضرات. شايفين؟ الله اكبر، اللهم بارك للي هياخد الفرن ده. بصوا يا حضرات، بسم الله ما شاء الله. بصوا، شايفين الشعله بقى من هنا اهي اهي. الله اكبر، اللهم صل على النبي. دي الشعله اللي تحت البلاطه. الله اكبر، اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف الفرن. مش سخن بقى. الفرن اهو يا جماعه. الفرن اهو. تخافيش، ما تخافيش اهو. ممتاز. اي فرن ممكن يسخن سنه، بس مش السخونيه اللي تضايق ست البيت. واي فرن بتشغليه حضرتك بتحطي حرف الحديده، الحته المتنيه دي مع الباب. بلاش تقفلي الباب للاخر والا هيطفي منك. بنفس المنظر اللي انا عاملاه ده. تليفوني 010 32 99 75 02 واتس وفون.